السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا وصفة جديدة. معايا هنا كوباية ونص سكر، عليها معلقة كبيرة عسل كلوكوز، عليها كوباية مية اهو زي ما انتم شايفين. ماشي، وهعصر كمان نص ليمونة وهسيبهم على النار لحد ما الكلام ده كله يغلي. اما يغلي بقى هوريكم السيرب بتاعي هيتقل ازاي. معايا هنا بقى حوالي كيلو كنافة، بس الكنافة طرح زي كده اللي هي بتكون حتة واحدة دي. هبتدي ان انا اخد بقى جزء كده منها. معايا هنا الصاج بتاعي مفيهوش اي حاجة مش دهنه اي حاجة، ومعايا هنا مية هقول لكم هعمل بيها ايه. معايا هنا حتة اهي من الكنافة بتاعتي، هبتدي ان انا اقطع كده جزء منها زي ما انتوا شايفين، وهبتدي ان انا ابرمه كده، هبرمه كده زي ما انتوا شايفين. المية دي بقى هعمل كده زي ما انتوا شايفين كده بنفس الطريقة دي اهي برمتها. هجيب بقى الصاج بتاعي وهرصه كده. هعمل واحدة كمان، هاخد جزء من الكنافة اهو زي ما انتوا شايفين، هبل ايدي مية وهبتدي ان انا ابرمها اهو الطريقة دي كده، وهبتدي ان انا احطها هنا كده جنب اختها. هعمل بقى كل الكمية بالطريقة دي وهوريها لكم كده. بعد ما خلصت كل الكمية اهو زي ما انتوا شايفين، معايا هنا بولة فيها مية، يا دوبك هبل ايدي كده وهعمل كده. انا لسه ما حطيتش لحد دلوقتي ولا سمنة ولا حاجة. معايا هنا بقى كوباية سمنة مسيحاها، هبتدي ان انا اوزعها على كل الصينية بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هوزعها بقى واوريها لكم. وبكده بعد ما وزعتي السمنة بتاعتي ادخلها بقى في فرن على درجة حرارة 200، واول ما هتستوي هوريها لكم. رجعت لكم تاني بعد ما الجلاش بتاعي استوى اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا السيرم بتاعي اهو، الشربات بتاعي. هبتدي ان انا اسقي كنافة. طبعا الشربات ده تقيل زي ما انتوا شايفين كده. لازم الشربات يكون تقيل. تهدى بقى شويه وهقطعها لكم. ودي كانت وصفتنا النهارده اهو زي ما انتوا شايفين. انا رشيت عليها جوز هند، بصوا زي ما انتوا شايفين كده. دي كانت وصفتنا النهارده، اتمنى تجربوها واشوفكم في وصفه جديده.